ميسي وكريستيانو رونالدو قفز. تخيلوا انه الجينات بتلعب دور بالامر هذا، تخيلوا هيك كان شكلي. فانا ضعيف جدا، كله اصحاب بشره سوداء من جنوب افريقيا ومن افريقيا كلياتهم حرفيا. انت هلا جرب روح قيس طولك 170 اذا فتحت ايديك بالشكل هذا. عنوان فيديو اليوم هو ايرلينغ هالاند. ويا مساء الخير، مرحبا، كيفكم؟ انا محمود مكتبين CSF ماستر ترينر، مدرب شخصي، مدرب رياضي، معد بدني. عندي تطبيق رياضي اسمه بي ماشين، وكمان بشتغل كتير شغلات اللي علاقه بالفتنس والتدريب والصحه بشكل عام. كثير بحب نوع الفيديوهات هاد، من دون مونتاج، من دون سكريبت، بس بطلع وبحكي معكم عن معلومات وخبرات وشغلات انا شفتها بعالم التدريب والفتنس والرياضه. كوني كنت لاعب كره سله محترف، وبعدين انتقلت لكون مدرب رياضي، صار لي 8 سنين بشتغل بالمجال هذا، ودربت مئات الاشخاص حرفيا تدريب شخصي وليس تدريب اونلاين مثل المدربين الاونلاين، لازم نحكي عليهم فيديو ثاني. طيب، عنوان فيديو اليوم هو ايرلينغ هالاند، الاسطوره، كينج الفايكنج، اللاعب اللي انشهر بكاس العالم النرويجي الاصل، ولكن كان مولود يمكن بانجلترا وعاش بانجلترا كل حياته، بعدين رجع على النرويج ولاعب لمنتخب النرويج. مثل ما شايفين اللاعب هذا انشهر بشكل كتير كبير، انه هو وحش بالملعب، انه هو متفوق على باقي اللاعبين بشكل كتير واضح. وفي سبب، وهذا السبب رح نحكيه في فيديو اليوم، وهو الجينات، تأثير الجينات على الرياضة بشكل عام. لازم تعرفوا انه الجينات بتأثر بشكل كتير كبير على اي رياضة الشخص بمارسها، وحسب تفرق من رياضة للرياضة الثانية، من شخص لشخص ثاني، ولكن في شغلات معينة وفي شغلات محددة العلاقة بالجينات بشكل عام. منهم انه ايرلينغ هالاند شخص مثلا مثل ما احنا شايفين طويل، طوله 1.95 متر، قوي بدنيا بشكل كتير كبير، مع انه هو ضعيف، وزنه بس 95، ولكن شخص قوي جدا بدنيا. الرقد اللي عنده والسرعة اللي عنده، المرونة الموجودة عنده، تخيلوا انه هذول عوامل كلهم لهم علاقة بالجينات. والده كان لاعب كرة قدم، والدته كانت لاعبة وثب عالي او وثب ثلاثي لشيء له علاقة بألعاب القوى. فاتحادهم مع بعض انجب المخلوق هذا، اللي حرفيا انت اي شخص، انا مثلا كشخص رياضي بلعب كرة سلة، عندي جين الطول، انا طولي 2.3 سنتيمتر. في ناس تانية عندها جينات مختلفة تماما. لكم بقى الجينات كيف ممكن تأثر على جسم البشر، وكيف هذا الشيء بصنع تفوق بين شخص والشخص الثاني. هلا قبل هيك، هل بصنع تفوق، وهل عن جد اذا شخص عنده جينات معينة بتفوق بمجال رياضة معينة عن ناس تانيين؟ ايه. خدوا مثال واحد بس كلياتنا بنعرفه، ميسي وكريستيانو رونالدو. شو الفرق بيناتهم؟ جينات. شو الجينات الفارقة بيناتهم؟ المخ، الذكاء، التواصل العصبي العضلي اللي بيملكه ميسي الخرافي، تحكمه بالطابة وتحكمه بإجريه وتحكمه بجسمه. خلق شخص عنده موهبة فطرية لا تتكرر ولن تتكرر على الأغلب. وهذا الفرق بينه وبين كريستيانو رونالدو. انتوا هلا إذا بتفكروا وبتحكوا بين بعض، مين بتمرن أكتر على الأغلب؟ انتوا بس فكروا فيها، مين بتمرن أكتر لحتى يحافظ على مستوى قدر الإمكان، ولحتى يحافظ على أنه عم يلعب بعمر متأخر؟ أكيد كريستيانو رونالدو. واضح جدا أنه بتمرن، اثنيناتهم بتمرنوا، أكيد اثنيناتهم بتمرنوا، ما نحكي أنه في واحد ما بتمرن أو خلاص بقعد وبريح، ولكن كريستيانو رونالدو لازم يبذل مجهود أكتر بكتير من ميسي، لأنه ما عنده الموهبة الفطرية. هو شخص اشتغل على حاله. كل الناس بتحكي على الاخلاقيات الرياضه عنده، على المجهود اللي بحطه، على التعب اللي بحطه لحتى وصل للمستوى اللي هو فيه. اما ميسي، كل الناس تحكي انه موهبه ربانيه. وهذا الشيء خلى الجينات تفرق كتير، انه ميسي ما في داعي يبذل كل هالمجهود هذا، يتفوق عن اقرانه بكتير. اما كريستيانو رونالدو تفوق عن اقرانه بكتير بالهارد وورك، بالعمل الجاد. فهي واحدة من آثار الجينات على الرياضيين، على اللاعبين، على البشر. مثلا نحن في شيء كتير واضح نحن بتفرق معنا كلاعبين كرة سلة، هو الوينج سبان، اللي هو لنفرض انه انت فتحت ايديك بالشكل هذا، فالبعد بين اصابعك هون والبعد بين اصابعك هون، انت فاتح ايديك هيك، لازم يساوي طولك حرفيا. انت هلا جرب روح قيس طولك 170 اذا فتحت ايديك بالشكل هذا، شكل حرف T، وقست المسافة بين أصابعك هي وأصابعك هي، رح تلاقي 170.
ولكن في ناس بيجوا جينيا عندهم الوينج سبام طول ايديهم مسافة هي اطول من جسمهم. يعني نفرض ان طولهم 1.80 متر، الوينج سبام ممكن يكون 1.90 متر او ممكن يكون اكثر من هيك. مثلا انا مثلا طولي عم لكم 2 في ناس مثلا تمرنت معهم ولعبت معهم كرة سلة كانوا اقصر مني، طولهم 1.95 متر، ولكن لما نرفع ايدينا ايديهم كانت اطول من ايدي، لاني عندهم وينج سبام اكبر بكتير او اطول بكتير. فهي الشغلة بتأثر على الرياضي. اذا كان الرياضي عنده وينج سبام اطول من جسمه فهو مؤهل يلعب كرة سلة، مؤهل يلعب كرة يد، مؤهل يلعب كرة طائرة، مؤهل يلعب كرة ماء. مثلا مثل مثال ما بعرف اذا شفتوه ولا لا، فيكتور ومبنياما. هذا الشاب طوله 223 سنتيمتر يمكن، والوينج سبام عنده 230 او 228، ماني متذكر الارقام بشكل دقيق، ولكن عنده وينج سبام خرافي. هلا بحط لكم الصورة وبتشوفوها. فهي الشيء خلى انه هو غير انه هو شخص طويل جدا، خلى انه وينج سبام بس يرفع ايديه انه هو طول خرافي، وطبعا تحكمه بجسمه وايديه والستايل لعبه خلاه مخلوق فضائي حرفيا. عم يلعب حاليا كرة سلة وعم يطلع بعمر صغير كتير، قدر يوصل لفاينل بالان بي اي، وعلى الاغلب رح يكتسح الان بي اي في السنوات المقبلة. فهي وحدة من الشغلات اللي بتلعب دور. شغلة تانية بتلعب فيها الجينات دور كتير كبير، مثل ما حكينا ايرلينغ هالاند عنده السرعة او القفز. تخيلوا انه الجينات بتلعب دور بالامر هذا. الاوتار الليجمنت بالجسم الجينات ممكن تتدخل فيهم وتخلي تخلق الشخص يرقد اسرع او يرقد او ينط اعلى. اثنيناتهم الجمب والرقد الجينات بتلعب دور فيهم. فممكن شخص لا اراديا بدون ما يتمرن، بدون ما يكون عنده قوه، بقفز بطير. وهذا الشيء كمان شفناه بكرة السلة كتير. شفناه كتير لعيبة عدت على سوريا. كان في لاعب عنا عامر الساطي، لاعب كرة سلة، اعتزل حاليا او وقف لعب ما بعرف. لعبان معه بالمنتخب، لاعب طوله من طولي 203 تقريبا، ولكن والده كان لاعب كرة طائرة. وهذا الشيء خلق عنده بشكل ما جيناته انه الزلمة بطير، حرفيا بطير بدون ما يبذل اي جهد، بياخد الطابة ونط. واخواته هيك اثنيناتهم، عنده كمان اخوين بيلعبوا كرة طائرة، اثنيناتهم بيطيروا حرفيا. العيلة بتطير من وراء جينات معينة موجودة عندهم. فتخيلوا ان الجينات تدخل بالامر هذا تحديدا. المرونة، الجينات بتدخل بالمرونة. ايرلينغ هالاند في فيديو من الفيديوهات على اليوتيوب حاكي انه هو عنده مرونة عالية لانه مكتسب هذا الشيء من والدته، فهو بحافظ على المرونة، ولكن هو بطريقة اسهل بكتير من اي شخص تاني بقدر يحافظ على المرونة تبعيته. مثلا انا ما عندي مرونة ابدا، انا بتحسني خشبة الا شوي، لهيك بحاول اتمرن 4 ل 5 ايام بالاسبوع تمارين مرونة لحافظ على مرونتي. ورغم هيك اذا وقفت تمرين فترة عندي الجين هاد سيء جدا. القوة البدنية، القوة البدنية جين. في شخص انا دربته ما شاء الله عليه دبابة، بتلاقي اول ما نزل تمرين بعد اسبوعين 3 عم بلعب تشست بريس 20 كيلو جرام. الزلمة بحياته ما تمرن دمبل 20 كيلو جرام كل دمبل. فانا طلعت هيك انه ما شاء الله عليه، انه انت شو وضعك يعني ما شاء الله. وعنده ابنه عمره سنة كمان، واضح على الابن انه مكتسب قوة البدنية من عمر سنة، مبين عليه من ابوه. فالقوة البدنية بتلعب دور كتير كبير بالجينات. انا مثلا كجين قوة البدنية عندي ضعيف جدا، هيك كان شكلي، تخيلوا هيك كان شكلي. فانا ضعيف جدا. انا اشتغلت كتير على حالي، تعبت كتير على حالي. كان وزني 77 80 كيلو جرام بطول 203، كنت حرفيا عودة، لبين ما صار وزني 110 و115 كيلو جرام بكتلة عضلية واضحة ومناسبة لطولي. اخذ معي الموضوع سنين. ممكن ناس تانية يكون الموضوع عنده بتلاقي هو اوريدي في تشكيلة جسم، اوريدي في كتلة عضلية موجودة بجسمه، بس بيشتغل شوي لحتى يحافظ عليها. وهذا الشيء انا بلاحظه حتى لما بلعب كرة سلة مع ناس اوريدي هن جيناتهم قوية بدنيا. فبتلاقي الولد يعني انا بتعذب معه، مع انه انا عندي قوة بدنية عالية اكتسبتها نتيجة تدريب مكثف وهكذا. فموضوع القوة البدنية يعني الجينات تلعب دور كتير كبير فيه. مثلا خلينا ناخذ مثال الناس اصحاب البشرة السوداء او السمراء. هدول الناس عندهم جينات خرافية، ان كان قوة عضلية، ان كان الليجمنت القفز او الجري. انت بتلاقي سباق 100 متر، إذا بتشوفوا السباقات هي مين الصف كله أصحاب بشرة سوداء، من جنوب أفريقيا ومن أفريقيا كلياتهم، أو من أمريكا مثلا سود.
ما بتلاقي واحد ابيض فيهم، لانه مستحيل شخص ابيض يقدر ينافس الناس هدول شو ما عمل شو ما تمرن، لانه جيناتهم كاسحة بالموضوع هذا تحديدا. فالرياضة هي هن المستولين عليها بشكل كتير كبير. الجينات تلعب دور كمان بموضوع اللي عنا fastest twitch muscles وعنا slow twitch muscles اللي هن الالياف السريعة والالياف البطيئة. الالياف السريعة هن الناس اللي بيركضوا 100 متر او 200 متر مثل اوسين بولت مثلا، والالياف البطيئة هي الناس اللي بتركض ماراثونات 42 كيلومتر او 21 كيلومتر. فالطرف الثاني لا، بتشوف ناس بيض، ناس جيناتها عندها سلو تويتش ماسلز اللي هي قادرة تعمل تحمل لفترات طويلة أكثر من ناس سود، مع أنه حتى من رقم قياسي بالأخير هو أسود، جاب تحت الساعتين 42 كيلو متر وهكذا. فتخيل معي أنت كل هاد الجينات، ممكن أنت تكون شخص محظوظ، عندك أهلك عائلتك عندهم جين معين خلاك تنولد بطفرة جينية. هي الطفرة الجينية إذا أنت وظفتها صح، واكيد بدك تتمرن، انا ما عم بحكي انه انت اذا عندك جينات معناتها ما تتمرن، لا بالاخير الهارد وركر هو اللي رح يكسب، ولكن اذا انت عندك جين معين وتمرنت فانت اكيد رح تكون من التوب بمجال الرياضة. لهيك اكيد انا بنصح انه اي شخص حاليا عم بشوف الفيديو وعنده ابنه ممكن يكون في عنده طفرة وراثية او جين معين طاغي من الشغلات اللي حكيتهم، فيوجهه للرياضة ويدعمه. لانه يعني انا مثلا كنت العب كرة سلة ولكن اهلي ما كانوا يدعموني، مع انه طولي 2 و3، عندي جين الطول ممكن يساعدني انه اصير لاعب كرة سلة منيح او محترف او مجال منيح، ولكن ما اندعمت، مع انه يعني امر كان واضح. فانتوا اذا عندكم اولادكم عندكم اخواتكم وحاسين انه في عندهم جين طاغي، حاسين انه عندهم في قوة بدنية، عندهم مرونة، عندهم نط بقفزوا بشكل مخيف، فوجهوهم لرياضات معينة لحتى يستفيدوا من الجين هاد ولحتى يعملوا كارير عن جد مناسب جدا لهم وهكذا. فبنرجع لإيرلينغ هالاند، بنرجع آخر شيء للشاب هاد الأسطورة، جاب 20 مليون متابع في 3 أسابيع أو 4 أسابيع بكأس العالم، انشهر. ولكن هو صراحة أنا كتير بحب الشخصيات هي، كتير بعشق الشخصيات هي، زلمة متواضع لأبعد الحدود. إيرلينغ هالاند عنده كتير جينات طاغية، فعم بلعب فوتبول، فهذا الشيء أدى إنه هو حرفيا يطلع إنه ما بتلاقي ناس كتير مثله، ما بتلاقي ناس عندها سرعة عالية، ما بتلاقي ناس عندها قفز، ما بتلاقي ناس عندها قوة بدنية، ما بتلاقي ناس عندها طول هاد بالشكل هاد. فهذا الشيء خلاه ينخلق كشخص كأنه حرفيا مصنوع بمصنع من أمه ومن أبوه، جينات أخذهم من الطرفين، انشغل عليهم، اشتغل على حاله صح، ابوه رياضي امه رياضيين عارفين كيف يمشوه صح. حاليا هو من توب في مجال الفوتبول حوالين العالم، والناس حاليا كل شخص بتوقع بيعرفه حوالين العالم، بس لانه هو عنده الجينات هي، كذا جين مع بعض وتوظفوا بطريقة صح ووصل لمكان ما شاء الله عليه. فهيك فانا برأيي هلا انا هون هيك في سكريبت صغير، ما هو سكريبت ولكن قاعد عم ببحث لقيت انه في لحتى الجينات هي لها اسماء معينه. انا ما ردت احكي كتير باسماء علميه لانه بعرف ما رح تعلق بمخكم وما رح تعلق بمخي اساسا، ولكن قلت لحالي خليني احكي بمجال عام، بمفهوم عام عن موضوع الجينات، كيف ممكن تاثر بالبني ادم، بالجسم البشري، بالانسان، لحتى يكون متفوق عن غيره. وبس هيك. اذا عجبكم الفيديو بتمنى انه تابعوني، تعملوا سبسكرايب، تعملوا لايك للفيديو، وخبروني مين برايكم رح يربح كاس العالم. اليوم في مباراة فرنسا واسبانيا، وبكره الارجنتين وانجلترا. انا بتوقع انه فرنسا واضحة جدا، يعني كانت مباراة فرنسا والمغرب هي الفاصلة. انا قلت لحالي مين بده يربح المباراة هي رح يربح كاس العالم اكيد، فبتوقع فرنسا. لنشوف كيف. واذا انتم عندكم جينات وبدكم توظفوهم بطريقة صح وبدكم تتمرنوا بطريقة صح، حملوا تطبيق بي ماشين، تطبيق هون فيكم تلاقوا كمان داونلود، رابط التحميل موجود بالوصف تحت. فيني جهز معكم خطة تدريبية وخطة غذائية مناسبة بطريقة احترافية إلكم، إن كانكم تتمرنوا بالبيت أو تتمرنوا بالجيم، شو ما كان مستواكم، شو كان عندكم مشاكل صحية أو مشاكل جسدية فينا نشتغل عليها بطريقة صح وهكذا. بس هيك. أنا محمود مكتبي NCSF ماستر ترينر. سلام.